فاكر الفيديو اللي فات لما اتكلمنا على جوجل ماي بزنس؟ فاكر؟ مش فاكر طبعا. تعالى اقول لك ازاي نقدر نستخدم الانسايتس بتاعته، والتول دي هي اللي بتعرفك مين اللي بيدور عليك، بيدور على ايه، وبيوصل لك ازاي. ازاي نقدر نستخدم التول دي في اللوكال اس اي او عشان نخلي الناس تقدر توصل للبيزنس بتاعنا؟ في 3 خطوات. اول خطوه، اعرف ازاي الناس بتوصل لك. لما تدخل على انسايتس هتلاقي الكلمات اللي الناس استخدمتها عشان تلاقيك، زي مطعم في الزمالك او كافيه في المهندسين. وقتها هتاخد الكلمات دي وتستخدمها في الويب سايت او في الكونتنت بتاعك. تاني حاجه وهي انك دايما تابع الخدمات اللي الناس بتدور عليها. يعني لو لقيت ان معظم الناس بتسيرش على تصليح التكييفات، ابدا نزل بوست وعروض على الخدمه دي. تالت حاجه، شوف عدد المكالمات والفيزيتس، وده لان كل ما عدد المكالمات زاد على صفحه جوجل ماي بزنس اعرف ان انت كده ماشي صح. اهتم اكتر بالكونتاكت داتا عشان الناس تقدر تتواصل معاك بسهوله. الو، مهم دايما ان الكونتنت بتاعك يكون بيقدم الحاجه اللي الناس بتدور عليها. هي النضاره فين؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل له شير لاي حد عنده بيزنس وعايز يعمل ماركتنج صح. ولو كنت ناسي فانا اصلا جاي افكرك ان ده في الاساس شغلنا. ولو عايز تكبر البيزنس بتاعك من غير مجهود، اكتب كلمه بيزنس في الكومنتس واحنا هنساعدك. باي.